بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير يا رب. هنعمل بدنجان مشوي بطريقة حلوة قوي، طعمه تحفة يا جماعة والله. هو زي اللي بيتعمل عادي، بس بنضيفه عليه بقى اضافات طماطم وفلفل. هنخش على الفيديو، بس قبل ما نخش على الفيديو متنسونيش في لايك واشتراك للقناة عشان الفيديو يتشاف والقناة تكبر بيكم ان شاء الله. نخش على الفيديو، نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ. معايا بدنجانتين كبار وتوم مفروم وفلفل حراق وفلفل بارد واتنين طماطم، حبة طماطم. اللي بيحبه حراق قوي ما يحطش البارد، يعني انا بنقلل في نسبة الحرقان عشان مش بنحبه حراق قوي. واللي في قلب الفلفل الحراق كمان بيتشال. هنا بقطع بقى الطماطم شرايح. اللي بيحب حراق بقى ما يشيلش اللي في القلب ده. ده بنقلل الحرقية بتاعته، نسبة الحرقان بتاعته. بس كده هنركن بقى اتنين مع الثوم، وهناخد الباقي يتقلوا. هنقليهم في زيت بسيط كده في الطاسة، او حبة زيت صغيرين، ونقلي في الطماطم والتشويحة كده، هندوم تشويحة الطماطم والفلفل. بس كده هنفرم بقى الفلفل الحراق مع الثوم. ندوم ضربة، هو الثوم طبعا مفروم، هندوهم ضربة كده بسيطة. نحط ملح حسب الكمية اللي انت عاملاها، يعني عاملة بدنجانتين كبار حسب الكمية، بدنجانة واحدة حسب الكمية بقى اللي انت عاملاها الملح. البدنجان شويته، سيبه يبرد بقى. ودي الخلطة اللي احنا شوحناها هنضربها في الكبة ضربة بسيطة، ضربة بسيطة يعني مش قوي. وانا ضربت الفلفل الاول عشان الطماطم مش بتاخد ضرب، لان هي اصلا اتهرت كده، يعني يعتبر لو اتهرست بشوكة كفاية حتى. ضربتهم ضربة بسيطة مع بعض، وقشر البدنجان بقى. كنت ممكن عملت البدنجان في الكبة، بس لما بيتعمل في الكبة مع الخلطة مش بيبقى حلو، بيبقى طري قوي قوي، مش بيبقى حلو. يعني انا ههرسه بالهرسة الفول او بشوكة، افضل من ان هو يتعمل في الكبة يعني.
هعصر بقى ليمونة كبيرة عليه، ليمونة، ونضيف شوية خل. برضو كل حاجة حسب كمية الباذنجان اللي انت عاملاها يعني. انا عصرت ليمونة كبيرة وحطيت شوية خل حلوين. نضيف الخلطة دي بتديله طعم حلو قوي يا جماعة، تحفة والله. ودي الدقة بقى اللي كنت عملتها، الثوم والفلفل والملح. هنهرس بالهراسة او بشوكة، انما في الكبة لو ضربتيهم في الكبة بتنعم قوي قوي، الباذنجان بينعم قوي قوي وبيبقى مش حلو. كده احلى بكتير وافضل يعني. الاضافات اللي محطوطة للباذنجان باينة فيه، هو عطشله طعم حلو، انما لما بينضرب في الكبة بيتوه في بعضه كده ومش بيبقى حلو. واضيف طحينة بقى وحسب كمية الباذنجان برضو الطحينة دي، وممكن انا احب ازود طحينة، انتي تقللي في الطحينة او تزودي في الطحينة عني، حسب كمية وحسب كمية الباذنجان اللي عاملاها برضو. ودول معلقة كمون ومعلقة كزبرة صغيرين. بس تقلبهم كويس قوي عشان الطحينة طبعا عايزة تتقلب حلو، كل ما بتتقلب الطحينة تزيد اصلا. هنا بقى بقطع عود كزبرة، نحاول نقطعه ناعم. طبق الباذنجان ده بقى تحفة بالعيش والله، جميل، او برز مع السمك يعني عادي، بس بالعيش تحفة والله. هنضيف بقى، هنا هنضيف معلقتين زيت زيتون او اي زيت عادي. بس ده شكله النهائي جميل قوي. انا هنا بدوق بقى، ده عيش شامي هنبقى نعمله في القناة ان شاء الله، كنت عاملاه معاه. هو بقول لكم طعمه تحفة قوي والله، طعمه جميل، اللي هيعمله هيعجبه ان شاء الله. بس شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.